وقع في حب أمريكانية واتجوزها وجابها مصر، خلف منها بنوتة وصممت على الانفصال وخدت منه بنتهم وسابت له البيت ورجعت بلدها، وعاش في مأساة وأمه رحلت في عز صحتها بسببها. كواليس أزمة ابن عزت أبو عوف مع مراته بعد ما تسببت في رحيل مامته. إيه كواليس الجوازة دي؟ ليه مراته سابته ورجعت بلدها؟ إزاي أمه رحلت بسبب مراته؟ إيه كان موقف الفنان عزت أبو عوف من اللي حصل؟ تفاصيل مثيرة هتسمعوها معانا لأول مرة في الفيديو ده، بس خليكم معانا للآخر. يلا بينا نبدأ. الفنان الراحل عزت أبو عوف كان دبلوماسي أوي في بيته. وبيحاول دايما يحافظ على الهدوء فيه، وإن يكون فيما بينهم حب علشان نفسيتهم ما تتأثرش ويحسوا بأي زعل. وعلشان كده كان مصاحب ولاده جدا علشان يعرف إيه اللي بيضايقهم وما يعملهوش. وفضلت الحياة في بيتهم بامبي في بامبي لحد ما جت الأمريكانية وجابت دورة في البيت ده في الأرض وخربته وحولت كل حاجة فيه لسواد، والضحكة والفرحة غابت عن بيتهم اللي كان دايما سعيد وكله طاقة إيجابية. اللي حصل إن ابنه كمال ساب كل بنات بلده وقرايبه وحب واحدة أمريكانية، وما كانش حب عادي، لا ده كان بيعشقها عشق مش طبيعي، وهي كمان حبته. وبما انه اتربى في بيت اصيل عرض عليها الجواز على طول وقال لها بس بشرط تيجي تعيشي معايا في بلدي مصر، فوافقت وقتها. رجع كمال قال لابوه الفنان الراحل عزت ابو عوف وامه، وطبعا هما الاتنين فرحوا جدا ان ابنهم بيحب وكمان هيتجوز وهيشوفوه عريس ويشوفوا احفاده. وعزت زي اي اب فضل يسأله عن البنت دي وعن أخلاقها وعيلتها وإزاي عرفتها وناويين على إيه. بعد ما عرف كل حاجة من ابنه وقلبه اطمن، قال له مبروك أنا موافق، شوف أنت ناوي تتجوز إمتى وأنا جاهز أعمل لك كل اللي نفسك فيه، المهم إنك تفرح وتعيش حياتك معاها في أمان. واتجوز كمال حبيبته الأمريكانية وجابها مصر، وتقريبا قعدت مع أبوه وأمه في الفيلا اللي كانوا عايشين فيها، ودي حاجة أفرنجي قوي وفخمة وقدامها جنينة وفيها خدم وبنات بشوات أي بنت توافق إنها تعيش فيها. زادت الفرحة في البيت أكتر علشان كمال كان عامل هو ومراته حس عرسان بقى ورايحين جايين يهزروا مع بعض ويتكلموا مع عزت ومراته. وفي يوم جه كمال وقال لأبوه وأمه إن مراته حامل وأخيرا هيجيب لهم الحفيد اللي كانوا بيتمنوه. فرحوا جدا، بس فرحة أمه كانت أكبر، وفضلت فاتحة بقها من كتر ما هي مش مصدقة إنها هتبقى جدة وعندها حفيد من ابنها كمال. فضلت الأم طول 9 شهور وهي رايحة جاية ورا مراته تقول لها خلي بالك على نفسك، اوعي تعملي أي حاجة تضر اللي في بطنك. ومروا 9 شهور وولدت مرات كمال وجابت بنوتة. وما أقولكوش بقى على أمه، رجعت عيلة صغيرة من تاني من كتر فرحتها بيها وبقت تلعب معاها. فضلوا على الحال ده 3 سنين لحد ما حصلت أحداث في البلد سنة 2011، والطبيعي إن الوضع بقى صعب شوية. والأمريكانية أول ما شافت الوضع طلبت الانفصال وقالت له أنا مش هقدر أعيش ببنتي هنا. طيب يا ستي يرضيكي يهديكي، صممت على قرارها وانفصلت بعد محاولات كتير إنها تكمل معاه. خدت بنتها وهدومها وطلعت على أول طيارة رايحة لأمريكا، وبعدها عاش حزين في مأساة، وأمه الحزن سيطر عليها وبقت راقدة في السرير لحد ما تعبت ورحلت من زعلها على بنته اللي كانت روحها متعلقة بيها. أما الفنان عزت أبو عوف فهو بعدها فضل زعلان على ابنه وبنته اللي سابته لحد ما فارق الدنيا.